السلام عليكم. السلام عليكم. استريحوا شباب، استريحوا. طبعا حاليا انا متواجد في منزل اللاعب حسن عبد الكريم حسن قوقيه. الاعمام موجودين واخذين هذه الجهه، وايضا الاصدقاء واولاد العم والاخوان موجودين هنا. راح نبدا طبعا من العم الكبير. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا، شرفتونا. اخ باسم، صح؟ باسم الكعبي. ايه نعم. باسم، ممكن تحدثنا شويه عن يعني على الاقل عن حسن عبد الكريم، عن طفولته، كيف كان هو مثلا صغير يحب كرة القدم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم عائلة المرحوم عبد الكريم جبار دوية الكعبي نرحب أجمل الترحيب بقناة الكأس وبرنامج 2:30، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم ببيت اللاعب حسن عبد الكريم قوقية. طبعا حسن كان منذ الطفولة هو لاعب موهوب، يختلف حتى عنا احنا اخوانه واولاد عمه، فكان لاعب مميز، والحمد لله اللي هو والده الله يرحمه تعب عليه هواي، واللي وصله لهالمرحله وكنا فخورين به، بالاضافه الى انه الجمهور والعراق كله فخور به. كلمه من حضرتك ايضا. حبيبي انت، يا مرحبا بكم وبرنامج قناه الكاس، برنامج 2:30. طبعا انا اختصر شيء اتذكر عن اللاعب حسن قوقيه. كان شايف هاي اللعب الشارع اللي موجود الان، كان هو يلعب ويا الجولشي الحارس مرمى، ويختارون فريق كامل يلعب ضدهم، لان امكانيه كبيره بالمناوره بالكره. اكيد. طبعا قبل شويه انت حدثتنا عن حسن لما كان يلعب مع فريقين، لازم الفريق الاخر شو اللي يصير؟ لا، احنا كنا نتجمع كل احنا امام واصدقاء، فالصادف عندنا بالاسبوع لعبه من كان صغير، فكنا نختاره الفريق اللي يختاره، لازم احنا نختار 3 لواعيب ضاهو يكون حتى نقدر انه نلعب لعبه متكافئه. زين، فهذا كان حسن هالشكل. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. طبعا راح نتجه على نبع الحنان، والده حسن. مرحبا. اول شيء يمكن عندنا هوايه حكي وياك، بس ما نعرف شلون نبدي بالكلام، بس نسالك عن حسن، عن سبب تسميته القوقيه. قوقية سبق شرحت هذا الموضوع. حسن قوقية هو كان يعني قلت لك صغير ويلعب ويا الشباب كلهم، ولسانه ثقيل، فدائما يعني الشباب اللي يلعبوا وياهم يقولون خلص صحينا قوقية، والشباب كلش كبار، فيجي مشت عليه قوقية. زين، مرات واحد يتساءل انه مثلا لما يلعب شنو تكون مشاعرك؟ لما مثلا ينصاب بالمباراة شنو المشاعر اللي تصير عندك مثلا؟ من يقولون اليوم لعبة يعني اعصابه كلها تتوتر، حتى الضغط يصعد عندي. زين، شفتي لاعب مثلا ضربه، يعني شو يصير بيك؟ وقع حسن بالقاع وتألم؟ تدمر اعصابه كلها تنشد ويا اللعبة. زين، نسأل سؤال ثاني، انه اكيد هو اللاعب لازم يكون محافظ على صحته بمسألة الاكل مثلا، اكيد هو شلون راح يقاوم امام الدولمة العراقية والدولمة من ايدهم حسن هاي؟ لا، دا يقاوم، عنده التزام زين الحمد لله. سهرة ونومة زين يعني؟ لا ما انضبط. زين، توقعاتك اليوم؟ اليوم اصلا منايمين من البارحه، والله احس اني اشوف الفرح ما مر علي، صار 7 سنين فرح ما شايفته، راح الفرح من عندي، من راح اخوه الكبير، بس والله يعني من البارحه اليوم احس شلون كانه ما منتظره زفته تجيني، يعني فرحانه بشكل ما اعرف شنو فرح، اول مره ينوبني هذا الفرح. زين، تواصلتي وياه، خبرتي، شجعتي شويه؟ بلي وشجعته هوايه، قلت له يوم لا تنسى وصيه ابوك، والعراق كله منتظر هاي الفرحه، سواء انت او اي واحد، المهم يعني شد العزم، كل احنا منتظرين هاي الفرحه، الشعب كامله منتظر هاي الفرحه. تتوقعين اليوم هو راح يشارك، يكون موجود بالتشكيله؟ ما اعرف والله، ما عندي علم بهذا الشيء. ما قال لكم شيء؟ لا ما قال لنا، ما وصلكم يعني؟ لا ابد اي علم لا كل شيء ما قال لنا. زين، ما منتظرين اي شيء. امنياتك المستقبليه له؟ ان شاء الله يتوفق بحياته، ان شاء الله اتمنى له السعاده ان شاء الله، ويعني نطمح نحو الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.